الطفله ريم اللي تخلوا عليها والديها وما بغاوش يتبرعوا ليها بالكبده توفت الصباح، الله يرحمها مسكينه، وانا لله وانا اليه راجعون. انت كأم ما بغاش تعالجي بنتك، تشداوي بنتك، هذا قرار الاخر وصافي. سولت با هذا السؤال، قلت له واش هذه بنتك، حيت في الحاله المدنيه البنت ديالو والحق التصرفات ما تيدليوش انه بنت. ريم كانت مريضه بزاف مسكينه بالكبده ديالها، كانت محتاجه لعمليه زرع كبده ضروري باش تقدر تعيش. واحد الجمعيه معروفه سميتها يلا نتعاونوا، الرئيسه ديالها السيده نوال الفيلالي هي اللي وقفت معها وتكلفت بالحاله ديالها من الاول. وهاد السيده نوال هي اللي علنت اليوم في الصباح بالحرقه باللي ريم صافي توفات من بعد ما تخلاو عليها والديها. الله يرحمك ويوسع عليك، الله يرحمك ويوسع عليك يا بنتي، والله يكون معاك، والله ياخذ حقك، والله يجعلك طير من طيور الجنه، عروسه الجنه باذن الله. اليوم انت عروس، اليوم انت في ضيافه الرحمن. طحتي في والدين ما يستاهلوكش، طحتي في والدين اقل ما يقال عليهم ما عندهمش القلب. تخيل معايا بنت مسكينه مريضه ووالديها بامكانهم ينقذوها ولكن سمحوا فيها، قمه ديال الخذلان الصراحه. القصه ديالها كانت عامله ضجه على مواقع، كل شيء تعاطف معها وبقى فيه الحال حيت ماشي سهله. المهم الجمعيه فاش بدات القصه، الاب ديال ريم في الاول قال لهم واخا انا مستعد نتبرع ليها بطريف من كبدتي، ولكن حط لهم واحد الشرط، قال لك العمليه خاصها تدار في فرنسا. الجمعيه على قد الحال ما عندهاش باش تخلص داك الشيء كله. ملي شافهم ما قبلوش حتى هو قلب عليهم فيستا وتراجع. من بعد دخلت الام في الموضوع، قالت لهم انا موافقه، هزوها هي وريم مسكينه لتركيا باش يديروا عمليه، ولكن غير وصلوها لتما حتى هي بدات بالشروط الخياليه. قالت لهم جيبوا لي عائلتي كامله لهنا لتركيا، واش في نظركم هذا الطلب معقول؟ الجمعيه بطبيعه الحال رفضت حيت داك الشيء فوق طاقتهم وماشي منطقي. ملي الوالدين بجوج داروا هذا الشيء، تطوعت العمه ديال ريم السيده حوريه مسكينه، هاد السيده قلبها كبير، جات من فرنسا خصيصا على ود بنت خوها. العمه ريم تواصل معايا الزوج ديالها وتواصلت معايا سميتها حوريه، الله يجعلها حوريه من حوريات الجنه بهذه الساعه المباركه. قالوا لي راه هي غادي تجي عندها نفس الفصيله ديال الدم ديال ريم. مشات حتى هي لتركيا باش دير تحاليل وتشوف واش تقدر تعاون، ولكن للاسف التحاليل بينوا باللي الكبده ديالها ماشي متطابقه مع ديال ريم. الجمعيه ما لقات حتى حل، رجعوا ريم للمغرب وهي مسكينه بقات كتصارع مع المرض وكتشوف بعويناتها البريئه باللي اقرب الناس ليها خذلوها وتخلوا عليها. اليوم الرحله ديال ريم سالت في هذه الدنيا، ولكن خلات جرح كبير في قلوبنا كاملين كمغاربه، وخلات واحد السؤال: فين مشات الرحمه؟ فين هي الانسانيه؟ الله يرحمها.